مصير المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة المجلس مكمل، مفيش حد هيقدم استقالته يا جماعة، كل الكلام ده هري وإشاعات وكلام كده في الفاضي. مرتضى منصور وأمير وأحمد مع حفظ الألقاب للجميع اختفوا عن المشهد الفترة اللي فاتت دي. بس هم متابعين الفريق، متابعين النادي، متابعين أعضاء مجلس الإدارة. بس في مشكلة كبيرة جدا مع أعضاء مجلس الإدارة، ما بيروحوش النادي. أعضاء مجلس الإدارة اللي هم المفروض ناس منتخبين، الناس في النادي ما بتدور عليهم، ما بتلاقيهمش، عايزين يتكلموا معاهم في مشاكل، في حلول، في أزمات، ما بيلاقوهمش. هل ده مقصود ان هو يحصل، ان هم يثيروا البلبله والمشاكل جوه نادي الزمالك؟ بصراحه ما اعرفش. حتى الان موقف الوزير غامض من حل مجلس الاداره. ما اعرفش، انا شايف انه ما يقدرش يحل. ده وجهه نظري المتواضعه يعني. فاتمنى التوفيق لنادي الزمالك ويحصل فيه استقرار.